هنا من على طريق مصر اسكندريه الصحراوي كيلو 80 جيت فرع مزارع دينا. اشمعنى اخترت الفرع ده وليه ما اخترتش فرع تاني اقرب؟ الفرع ده مختلف في حاجات كتيره، ما تيجوا نشوف كده مختلف في ايه؟ يلا بينا. تعالوا بقى نشوف المكان من جوه ايه نظامه والاكل والفطير والاجواء بشكل عام عامله ازاي في مزارع دينا. بص هو في هنا ايه الهايبر بتاع مزارع دينا، فانا مش هقدر، انا بجد لازم ادخل. تعالي ناكل الاول بس بعد كده. طب بس لفه سريعه كده شوف الحاجه عامله ازاي جوه. اكتر حاجه بتلفت نظري في مزارع دي حاجات الطازه ومنتجات اللحوم والالبان. اللحمه دي كلها من مزارعهم طازه، يعني مثلا عندهم كباب حله ملبس، عندهم كندوز للخضار، عندي ستيك وبفتيك بكل انواعه هنا، فروم لحمه مفرومه وسجق وبرجر كمان. دي فراخ الكامله الفريش اللي هي على الشوي على طول، ودي هاكل منها جوه بقى ملوخيه وباميه وحاجات من الحلوه دي، وفي كمان شيش طاووق متبل وجاهز. عندهم هنا كل انواع المخبوزات الطازه، بس اهم حاجه في كل ده العيش بتاعهم. منتجات الجبن من الحاجات اللي مشهوره بيها قوي مزارع دينا، وخصوصا اللبنه المدوره اللي منقوعه بزيت زيتون دي كمان من الحاجات المشهوره قوي، او نوع الجبنه المشهور هنا الجبنه الايدل دي حلوه قوي. الحاجات الحلوه اللي مشهور بيها مزارع دينا الالبان، اللبن الفريش واللبن الرايب والعصائر الفريش. طبعا الفاكهه دي كلها من مزارعهم. بابايا او الباباز دي انا بدور عليها يعني مش بلاقيها قوي، جنب من شرق اسيا صح؟ معلش انا دي هاخدها وش. قلت لكم القعده الاوت دور هنا على الطريق على طول، في كمان مود جوه. لا بقى اوريك المود اللي وسط الخضره عامل ازاي هنا. المود ده حلو قوي الصبح لان الشمس في كل حته واعصابك بتروق. في عندهم كمان منطقه مراجيح وكيدز اريا عشان الاطفال اللي قدي يلعبوا ويتبسطوا. انا هتمرجح شويه يا جماعه لحد ما الاكل يجي. ايه بقى المختلف في فرع مزارع دينا كيلو 80 طريق الصحراوي؟ ان المنيو هنا مختلف تماما عن كل الفروع التانية. هبدا اول حاجه بالفطيره، الفطيره المشلتته بتاعتهم والتخميسه بقى اللي بتنزل معاها. عندي عسل بالطحينه، عسل اسود ساده، جبنه فيتا بالطماطم وعسل نحل. بقى الورقه ونستمتع بالفطير. اول حاجه دي من الحاجات الرائعه هنا، تقريبا ما حدش بيجي هنا ما بيطلبهاش. بصوا السمنه، بصوا الفطيره مورقه ازاي. هجرب بقى الفطيره لوحدها. سمنه بلدي، حاسه اني محتاجه اغمزه حرام، بس هجرب اغمزه عشان اشوف ايه طعم المش. بصي هنا ميزه عسل نحل، ده عسل نحل برضو من مزارعهم ما شاء الله، عسل حلو جدا. ميزه جبنه بالطماطم، الجبنه بتاعتهم بقى عالميه برضو. دي جبنه براميلي ولا فيتا ولا ايه؟ بسم الله هعرف. دي جبنه فيتا، جبنه فيتا بالطماطم. توريتهم المود دلوقتي في الوقت ده عامل ازاي. بص الشكل ده كده. على فكره هو المكان شغال من 9 الصبح لحد 9 بالليل، في دفايات مش هتحس بسقعه. غميزه عسل اسود حلوه قوي. زي ما قلت لكم العصائر بتاعتهم حلوه جدا. انا جربت تقريبا كله ما عدا الليمون نعناع ده، عمري ما جربته. يعني هنا ما نبلعش ببيبسي، انا اعتقد لازم نبلع بالعصائر الفريش بتاعتهم. قال له مش مسكر قوي. في اختراع جديد عندهم لسه عاملينه، هو الفطرجر. الفطرجر ده عباره عن فطير جواه برجر، يكون شكله كده ولوحده بيطلب ب 50 جنيه بس. بصوا كده، والبرجر الصافي بتاعهم معاه طماطم فريش وخيار مخلل بصل. متحمسه لده قوي. الاختراع ده غريب. الفطير بتاعهم الحلو، اللحمه بتاعتهم البرجر الحلوه، كل ده ميكس مع بعض كده، طعمه يجنن، سعره كمان يجنن. انا جربته ده البيزك بتاعه، ممكن تقاد عليه ليه دبل برجر دبل. بس اوريهولك. الفطير هنا في مزارع دينا مش بيتقدم بشكله التقليدي بس، عملوا كمان فطير رول، حشوات مختلفه. ومن الحاجات السيجنتشر ليهم رول الشاورما. الناس هنا اللي بتجربها بتطلبها دايما. جامده، جامده بجد، انت لازم تدوق. منيو زي ما قلت لكم هنا مختلف عن كل فروع مزارع دينا. هنا في منيو غدا كامل وبيتقدم في اي وقت من 9 الصبح لحد 9 بالليل، سواء فطار سواء غدا سواء اي حاجه على طول الوقت عندهم. اجرب ايه من منيو الغدا ده؟ عندي نص فرخه شوايه بيتقدم معاها بوله رز وخضار سوتيه بالزبده. شكلها بيقول، بس هل طعمها كمان بيقول؟ بصوا شكلها كده من ورا، وتحتها بصل بالسماق. ده شكل الفراخ، بيضه مستويه، بتقدم معاها كمان سلطات، دي توميه. سوى الفرخه مظبوط، طعمه كمان لذيذ. شويه ملوخيه كده بالتقليه. دوق بقى ونحكم. يا خراشي والله. ورقه اللحمه بقى، ورقه اللحمه هنا بيراهنوا عليها ان هي فظيعه خطيره جميله. اويل كتير جدا، بطاطس وخضار فريش ولحمه بقى كده ايه، انا هدوق على طول. ريحتها تجنن، ريحتها تحفه. بس اللحمه عامله زي الستيك، حته الستيك كده شويه. مع ان انا يعني مش هضاهيها في الحكم على الاكل، بس ورقه اللحمه دي انا فعلا جامده جدا. بصي دوقي يا مامي، دوقي كده ودوقي الخضار برضو بتاعها. هو يعني بصراحه انا كنت معتقده ان انا بقى احسن واحده بعمل اللحمه
اللحمه بالبصل، عليها مرقة توم اللحمة. برضو. طبعا ده عليها توم وبطاطس وخضار. الخضار بتاعها رائع. الحقيقه تحفه يعني، جميله جدا. فرع مزارع دينا الطريق الصحراوي كيلو 80 لازم تجربوه يوم من الصبح كده لحد المغرب، والبعد كده كمان انت عندك هنا في دفايه حلوه بتدفي المكان. يوم حلو قوي، ولو معاكم اطفال او فاميلي داي كده هيبقى جميل جدا. باي.